إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، السلطات الفرنسية تكشف عن تحقيق خطير جدا. هي فضيحة وكارثة لنظام حضارات الجزائر وللمصالح القنصلية والسفارات ديال حضارات الجزائر في الخارج، ولكن كذلك هذا الموضوع مقزز لأبعد الحدود. مقزز لأبعد الحدود. نظام حضارات الجزائر يقوم بتزوير هويات الحراقة الجزائريين خصوصا في فرنسا، وخصوصا القاصرين منهم، باش يخليوهم ينتحلون صفة المغاربة لتشويه صورة المغرب، ولكذلك القيام بأعمال إجرامية في فرنسا، ثم الادعاء بأنهم مغاربة، كيف ما وقع مؤخرا مع هذاك اللي حاول على أنه يطعن شرطة في فرنسا وادعى على أنه مغربي ليتضح على أنه جزائري فيما بعد. على كل، نقراو هذا الخبر متابعين الكرام، وهذا الفيديو خصو يتبارطاج على أوسع نطاق متابعين الكرام، لأن هذه المسألة خطيرة وخطيرة جدا. فضيحة تزوير جزائرية. تحقيقات فرنسية تكشف مخططا لتشويه صورة المغرب عبر تزوير هويات المهاجرين. كشفت تحقيقات فرنسية حديثة عن قيام قنصليات جزائرية بتزوير هويات مهاجرين جزائريين غير شرعيين وعرضهم على أنهم مغاربة، في إطار مخطط يهدف إلى تشويه صورة المغرب وإلصاق تهم الجريمة والفوضى به. وتظهر وثيقة رسمية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أن 96% من القاصرين الذين ادعت السلطات الجزائرية على أنهم مغاربة ومن ذوي السوابق الإجرامية تبين أنهم جزائريون يحملون وثائق مزورة لا تتجاوز نسبة المغاربة الحقيقيين بينهم 4%. يعني شوفوا مساخة الوالدين شنو دايرين. 96% من القاصرين الحراقة الجزائريين كيحاولوا يدعوا على أنهم مغاربة، والقنصليات الجزائرية كتحاول حتى هي تشارك في هذه العملية الحقيرة والذنيئة والقذرة باش يرتكبوا جرائم، يمشيو يسرقوا ويمشيو يديروا الأمور الأخرى ويحاولوا يلصقوا التهم للمغاربة. أي جزائري يرتكب شي جريمة في فرنسا ولا في شي دولة أخرى كيحاول يقول على راسه أنه مغربي، ينتحل صفة مغربي. زيدوا. جاءت هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد رفض الجزائر استقبال مئات مواطنيها المقرر ترحيلهم من فرنسا، بما في ذلك أفراد مصنفون كتهديدات أمنية. وتشير التحقيقات إلى أن عملية التزوير قد تكون مرتبطة بملف المرحلين، أو أنها جزء من مخطط أوسع تم التخطيط له مسبقا لتشويه سمعة المغرب وإرباك علاقته مع شركائه الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا التي تشهد علاقاتها مع الرباط تحسنا ملحوظا بعد اعترافها بمغربية الصحراء. يعني كيديروا هادشي مساخة الوالدين باش أنهم يشوشوا حتى على العلاقات ما بين المغرب والدول الأوروبية. يعني كيصيفطوا جزائريين حراقة باش يرتكبوا الجرائم ويدعوا على أنهم مغاربة. شوفوا على مصيبة كحلة. وهذا الشيء راه شفناه مؤخرا في العديد من الأحداث. كذلك هذاك الجزائري اللي ارتكب شي جريمة في ألمانيا وشداته السلطات الألمانية وكانت غادي ترحلو، فادعى على أنه مغربي، رحلاته السلطات الألمانية إلى المغرب، وفي الحدود في المغرب في المطار في المغرب الشرطة المغربية كشفت على أن هذا جزائري وليس مغربي، فأعادته إلى ألمانيا، وألمانيا غادي تسلمه أو غادي ترحله إلى الجزائر. شفتوا على كارثة، شفتوا على قذارة، شفتوا على حقارة. نزيدوا. ووفقا للمراقبين فإن هذه الممارسات تعكس حالة من الهوس الجزائري إزاء تزايد الاعترافات الدولية المغربية الصحراء، مما يهدد مشروع الانفصال الذي تدعمه الجزائر عبر مرتزقات البوليزاريو. كما أن عملية تزوير هذه تهدف إلى إحراج المغرب الذي يعتبر شريكا موثوقا من قبل الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون الأمني ومكافحة الهجرة الغير شرعية. ولم تقتصر عملية التضليل على فرنسا، حيث سبق للسلطات الإسبانية أن كشفت شبكة جزائرية لتهريب البشر وتزويد مهاجرين جزائريين بوثائق مزورة تظهرهم كمواطنين مغاربة. ويعتقد أن هذه العمليات تتم بتسهيل من مسؤولين جزائريين وبالتنسيق مع القنصليات الجزائرية، مما يرجح وجود صلات مع شبكات تهريب البشر لغايات سياسية.
من جهتها تمكنت السلطات المغربية مؤخرا من كشف جزء من هذا المخطط بعد وصول أحد المرحلين من ألمانيا، هذا هو اللي تكلمنا عليه الآن، هذا هو اللي تكلمنا عليه قبل قليل، من مطار مراكش يحمل وثائق مغربية مزورة، حيث أثبتت التحقيقات لاحقا أنه جزائري الجنسية. وتستدعي هذه الممارسات التي ترقى إلى مستوى جرائم دولية تحركا دبلوماسيا وقانونيا من جانب المغرب لفضحها ومقالاة الأطراف المتورطة فيها، بالإضافة إلى توضيح موقف المملكة الرسمي تجاه هذه القضية في إطار شراكاتها الدولية. يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا حادا، خاصة بعد حادثة مقتل معلم فرنسي على يد مواطن جزائري، حيث تبادل البلدان الاتهامات حول مسؤولية عدم تنفيذ مذكرة الترحيل السابقة بحق الجاني. وتتهم فرنسا الجزائر بعدم التعاون في عملية الترحيل، بينما تعترض الجزائر على ما تسميه المقاربة الانتقائية التي تتبعها باريس. وهددت فرنسا بمراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين عام 1968، مؤكدة عزمها على ترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدا للأمن العام، ومن غير المرجح أن تتعاون الجزائر في هذا الملف، مما قد يدفع فرنسا إلى المضي قدما في مراجعة الاتفاقية. إذن احنا اللي كيهمنا هنا متابعينا الكرام أن هذا مساخة الوالدين ثم كتشوف يرتكبون الجرائم وكيحاولوا يلصقوها في المغرب. النظام الجزائري يضحي بالجزائريين، كيصيفطهم يرتكبوا جرائم باش يتعتقلوا، باش يقولوا على راسهم مغاربه. شوفوا درجة الحقارة والذناء فين وصلت. شوفوا معايا درجة الحقارة فين وصلت، انك تضحي بالمواطن ديالك باش يرتكب جريمة باش يلصقها في دولة أخرى. تخيلوا معايا البسيكوبات فين وصلوا، درجة الجنون فين وصلوا. ومن أجل ذلك أنا أكرر وأعيد وأنبه إخوتي المغاربة في الخارج، خصوصا الجالية المغربية في الدول الأوروبية، ردوا بالكم من الجزائريين، ردوا بالكم من هذه مساخة الوالدين، ما تثقوش فيهم، ما تأمنوهمش، ما تقربوش منهم كاع. هادو راه أعداء بكل ما تحمل الكلمة من المعنى. الدولة اللي غادي توصل أنها تزور الهوية ديال المواطنين ديالها وتصيفطهم يرتكبوا جرائم باش يلصقوها فينا احنا، هذه راه درجة القذارة راه وصلت لمستويات استثنائية. حطموا الأرقام القياسية في القذارة والحقارة والدناءة. فكل شيء واضح متابعينا الكرام، وكل شيء باين، وكل شيء بطبيعة الحال حنا كنشوفوه وكنتأكدوا منه من الأحداث اللي كنشوفوها دابا وساعة. فعلى كل هادشي اللي كاين متابعينا الكرام، بطبيعه الحال خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، وكنتمنى على انكم تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق باش توصل المعلومه لاكبر عدد ممكن من المغاربه، خصوصا الجاليه ديالنا اللي هي مقيمه في الخارج. نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.